الله. ما بحب واضح. أقرأ. خليني أكبر منها. يا صباح الخير، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير وإنتوا عم تحضروا فيديو اليوم. طمنوني إن شاء الله إنه رمضان مرق عليكم على خير وهداة بال يا رب. طبعا بداية أنا ما بدي أطول لحتى أفوت بالموضوع الرئيسي اللي أنا حكيته في عنوان الفيديو. بالأول كل عام وإنتوا بخير بمناسبة شهر رمضان، وكل عام وإنتوا بخير بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. إن شاء الله الله يجيبه علينا على خير وهداة بال. الفيديو نازل متأخر، وما كانت هاي يعني خططي بالنسبة لشهر رمضان وروتينات رمضان ووصفات رمضان. أكيد كلياتنا منخطط، وكلياتنا منحط ببالنا أشياء، وكلياتنا نرسم ونتوقع أشياء كتير حلوة بحياتنا. اللي صار إنه أنا حبيت إني عن جد في بالي كنت مخططة إنه بدي أعمل فيديو كل أسبوع أحط فيها شو صار معنا خلال هذا الأسبوع من وصفات، من جمعات، من إنجازات عملناها بالشهر الفضيل. أشارككم يعني الأشياء اللي أنا بمارسها في حياتي اليومية كنوع من التشجيع للآخرين اللي هو الهدف الأساسي من القناة. وبرضو عشان أرجع القناة، يعني لأنه كل فترة عم تنقطع لأسباب معينة، مثلا لظروف معينة أو لأحداث غزة وكل هاي الأمور اللي عم بتصير. بس سبحان الله، أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد. الحكمة اللي تعلمتها من اللي صار معي بداية رمضان إنه فعلا عن جد يعني ما نتوقع كتير، ما نرسم كتير، ما نخطط كتير. حلو نكون متفائلين، حلو نكون يعني نحب بكرة أكتر، نحب إنه بكرة جاي وجايب معه الخير. بالنهاية أكيد حتى الشر اللي بنشوفه بحياتنا هو أكيد فيه خير. باختصار يعني أنا حابة أحكي لكم إنه أول شيء السبب إني ما نزلت التزمت بفيديو كل أسبوع، وعم بشارككم هلأ الفيديوهات اللي أنا هلأ المقاطع اللي رح أشارككم إياها هي من أيام متفرقة. في أشياء كانت ببداية أول كم يوم من رمضان، في شغلات بعد الفترة الصعبة اللي مرقت فيها. آه كنت أقول لا خليني أنزل، أوقات أشعر بالإحباط أقول لا ما بدي أنزل خلص. يعني متضايقة من الظروف اللي مرقت فيها. الظروف اللي مرقت فيها إنه آم، بلشنا رمضان الحمد لله بخير وهدأت بال أول يوم يومين، ومثل ما انتم شايفين عم بشارككم روتيناتي العادية الاعتيادية. انه كنت حابة اقول لكم انه مثلا شو عم بصير معنا كأمهات وستات بيوت. انه منبلش يومنا بنشاط، منحب انه نعمل اعمالنا اليومية من تنظيف وترتيب، من اعمالنا اليومية اللي معتادين نعملها. وكل واحد وظروفه، مع في اللي بيفطر في بيته، في اللي بيفطر مع أهله. هو رمضان الحلو فيه التجمعات والجمعات العائلية. لكن ببداية أول أسبوع من رمضان حصل معي العكس. كنت عم ببلش أصور وكل إشي، وكنت عم بجهز حالي حتى أنزل أول أسبوع من روتين رمضان. إنه ما بدي أنزل يوم، بدي أنزل أيام مع بعض، مثل ما تعودتوا علي بالفيديوهات السابقة. لكن للأسف يعني والحمد لله إنه ابني الكبير يعني أصيب بوعكة صحية. ودخلنا بحيرة بالحالة اللي مرقنا فيها يعني، وقبلها كمان كان تعبان. فقلب ليلنا نهار ونهارنا ليل. فسبحان الله يعني تشعر إنه أنا ما كنت هيك مخطط، أنا ما كنت هيك متأمل برمضان إنه الواحد أو أنا شخصيا يعني أنا كنت قايلة مثلا، حتى كنت عم بحكي أنا وجوزي إنه أنا كنت مثلا راسمة إنه أعزم أكتر، أدعو الناس لبيتي أكتر، أستقبل أصدقائي في أوقات معينة أكتر، عباداتي برمضان تكون أكثر. لكن انشغالي في ابني وانشغالي بحالته الصحية وانشغالي معاه إن شاء الله إنه يكون له أجر وثواب عنا بإذن الله تعالى. والله يعوضنا يعني بالأشياء اللي مثلا شعرنا إنه كنا نفسنا إنه نعملها أكتر. بس الحمد لله على كل حال. فهذا أعطاني شعور شوي بالإحباط والتعب، لأنه أرهقنا جدا في بداية أول أسبوع أو أول 10 أيام من رمضان. فخلاني إني ما عندي الرغبة بإني أشارك فيديوهاتي أو أشارك الروتينات اللي كنا عم نمارسها في رمضان يعني. هلا لحد هاي اللحظة هذا كان أول يوم من رمضان اللي هو نظفت بيتي.
غسلت الغسيلات، نشرت الغسيلات، صفّت الغسيلات، نظّفت الحمامات أكرمكم الله، بحكم إنه إحنا أول يوم نتجمّع عند عائلتي، عند أهلي. فكنا متجمعين أنا وإخواني الموجودين، في منهم مسافرين ويعني وخطيبات إخواني ومرت أخوي وكذا. وكنا دايما متعودين إحنا بنحب أول يوم نبلشوا بإشي بأبيض، فإحنا دايما بنعمل مخشي. وطبعا هون بعد الفطور عملت لنا خطيبة أخوي كرك، شاي كرك كتير بشهي يسلم إيديها يا رب. وتجمعنا وكان عن جد يوم حلو كتير، وتفائلت أكتر إنه قلت يلا بلشنا بشكل طيب والأمور إن شاء الله ماشي منيح وهالقطايف الزاكيات. بس اللي عم بحاول أحكي لكم إياه مش للإحباط، بالعكس، الإنسان عن جد بأي لحظة ممكن يتعرض لأي موقف يعكس كل تخطيطاته. يعني نكون إحنا مخططين بدنا نلبس شيء معين، بدنا نعمل شيء معين، بدنا يعني أشياء حلوة كتير بمناسبات حلوة، لكن بيجي نصيب معين أو شيء معين بيعكس هذا الشيء. والفترة اللي مرقت فيها وشفت حالي إني عن جد متضايقة وإني أنا مش عم بشارك الفيديوهات مع إني عم بصور، يعني لغاية هون إحنا هون لتاني يوم رمضان في بيتي مثلا بعد الفطور عم نشرب القهوة أنا وجوزي وعم ناكل حلو بلبن. وبعدها بلشنا بالحالة الصحية لابني ودخلنا في عالم تاني، وهذيك الفيديوهات كان المفروض كانت تنزل بأول أسبوع من رمضان. هون طبعا بعد ما تجاوزنا 10 أيام كنت عم بروح عند أهلي مثلا لما نفطر عنده، بحاول إني أصور. كانت نيتي إني أنزل وصفات الفتات، بس تأخرت، كنت ما بين إنه أنزل ما أنزل، شعرت بالإحباط لأنه ما مشت الأمور مثل ما خططت لها من البداية. لكن بعدها قلت يعني واستمريت أصور، قلت لا يعني بالعكس، إنه صورت شيء خليني أستمر فيه، لو في آخر أيام رمضان قد يكون هذا الفيديو فيه فائدة لأشخاص للسنة الجاي، وصفات معينة يوصل لحدا، فحبيت أشارككم الوصفات. هلا هون عاملة ماما كانت في هذا اليوم كان عن جد أنا بحب الفتات برمضان، فقد ما أنا كنت مشتهي الفتة، فبقول لماما أنتي طابخة شي؟ فبتقولي مو طابخة يعني رزايز وهيك وطبيخ، بدي أعمل معكرونة مع كوردون بلو، الكوردون بلو اللي بيجي من نبيل جاهز. فقلت لها خلص خلينا نعمل فتة لحمة الستيك وفتة الدجاج، التنتين بياخدوا رز. فهون ماما كانت متبلة شرحات اللحمة مع صوص البندورة مع البصل ويعني البهارات اللي احنا بنحبها. وهون فتة الدجاج من قبل كان زايد عند ماما، وطبعا بنحط طبقة خبز محمص، بعدين طبقة رز أبيض برضو كان زايد عندها من قبل بيوم. فعملت هي اللحمة بس زيادة، والخلطة اللبن مثل ما شفتوا اللي هي لبن وشوية طحينة وسن تومة وليمون، وبنخلطهم مع بعض وبتطلع عنا أسكى فتة. يعني هذا الاشي انتو الاختياري هو الحشوة اللي بدكم تحطوها. وهون كنا هاي الوصفة اللي هي المعكرونة والدجاج الكوردون بلو زي ما انتم شايفينه حواليه، وكانت ماما عاملة لحمة مفرومة مع الصوص حطتها بالنص، عن جد كانت طيبة. وهذا اليوم قضينا أنا وماما لحالنا، يعني كنا فيه لحالنا وقعدنا وانبسطنا كتير يعني، وشربنا قهوتنا وأكلنا قطايف. يعني كان هذا اليوم بعد أيام من المعاناة من المرض والتعب والقلق والتوتر، فالواحد بيسرق هيك لحظات إنه يهدى فيها يروق فيها. الحمد لله، الله يديم النعم ويديم الجمعات ويديم المحبة بين الناس. بس فعلا يعني مش كل إشي نتوقعه بيحصل معنا، بس أكيد لازم الواحد يستمر ولازم الواحد يتوكل على الله دائما، وهذا اللي حاولت أعمله إن شاء الله. فكنت كل شوي أمسك الكاميرا وأصور أي شيء، أقول بدي أنزله ريل، بدي أنزله مثلا فيديو، بدي أتشجع وأعمل فيديو، برجع بنشغل وبلاقي حالي إنه تأخرت فما بنزل. بس بالآخر رغم إنه أنا هلأ في آخر أيام رمضان الله ينهي على خير وهداة بال يا رب، قلت لا حابة أنزلهم، هيك صورتهم وتعبت عليهم، ليش ما أشيرهم معكم وأحكي لكم هذا الإشي اللي صار معي، إن شاء الله يكون في فائدة يعني للي عم بيسمعني. هون أيام تانية، هذا اليوم أنا كنت قررت إني أحكي لأهلي إنه يجوا يفطروا عندي. كنت حاولت إنه خلاص بدي أطلع من الضغط وإنه أكسر الروتين وأجمع قد ما أقدر من الأحبة عندي بالبيت. فبلشت أضبضب وأرتب وأعمل تجهيزات معينة بالصالون. أنا هاي مثلا القطعة اشتريتها أونلاين، حبيتها، حسيتها لذيذة حلوة، أنا كنت حابة الإشي الأكبر، بس قلت مش ضروري يعني، أنا لحسب حاجتي ومساحة بيتي فلقيتها مناسبة، يعني إلها عجال
وبقدر أحط فيها الدلة أو دلتين فوق، وبقدر أرتب الفناجين مثلا حتى إذا حبيت. هم 3 رفوف، حبيتها كتير، فادتني كتير، خدمتني كتير. والحلو فيها إنها بتتحرك بسهولة، يعني عجالها وخفيفة يعني، وماكنة يعني بتحمل. فحطيت الصحون هدول الستاند من شي أنا جبته، الستاند الخشبي هاد، وحطيت فيه الصحون والكاسات الورق. وتحت سلة حطيت فيها شوية حبشتكنات هيك، أشياء لذيذة ممكن مع القهوة على السريع يعني نتناولها. وحبيت هيك أشارككم إنه حسب آخر فيديو ورجيتكم كيف كانت تجهيزاتي لرمضان. و... وبرضه هلأ هون مثل ما قلت لكم يعني إنه الترتيبات النهائية، إنه كيف أنا بالعزيمة بتصرف. برتب كل شيء بالأول، بجهز كل شيء. بعدين ببلش أحضر مثلا إنه شو بدي أطبخ، شو بدي أعمل. حابة أشارككم هون إني أنا كيف طريقتي اللي اعتمدتها في تنظيف الدجاج. هلأ طريقتي اللي اعتمدتها في تنظيف الدجاج إنه هاي القطعة اللي أنا ورجيتكم إياها لازم نتخلص منها. هلأ يا إما بتطلبوا من اللحام نفسه لما يقطع لكم الدجاج إنه يزيلها. هلأ صرت إنه أحكي لجوزي أو أنا إذا رحت جبت الدجاج إنه أطلب منه إنه هاي القطعة تنقام، وبكل سهولة بقول لي طبعا أكيد بشيلك إياها. فبالأول أنا كنت أشيلها زي ما هيك، بعدين خلص لا، اعتمدت إنه أي حدا فينا بيشتري الدجاج إنه يطلب من اللحم يعني تاع المتجر اللي بقطع الدجاج إنه يشيل لنا هاي القطعة والزوايد يعني اللي بتكون حتى بقطعة صدر الدجاج. هاي القطعة اللي فيها عظام ولحمة سوري حشايا الدجاج هي اللي بتسبب الزنخة، وهي اللي بتسبب الطعمة المش مرغوب فيها بالدجاج أو بالمرقة. وطبعا بنقعه بخل وليمون وملح. هاي الطريقة لقيتها كتير رائعة صراحة، أنا اعتمدتها ولقيتها كتير رائعة. طبعا بعدها كنت أنا جهزت السفرة، جهزتها كاملة. بحب أجهزها بكير، أنا هاي طريقتي اللي بعتمدها في العزايم، إنه بجهز كل شي بكير قبل ما أبلش طبخي، عشان ما أنعجق بالوقت ولا ألاقي إنه لا كيف لا بدي ألحق أعمل هيك. لا خلص بخلص كل هاي الأمور على البكير عشان خلص أدخل المطبخ وما يعجقني الوقت. خلص أكون أنا بس في المطبخ، ما أجي أقول لا بدي أخلص هالشغلة وأروح أرتب السفرة، أو بدي أخلص هالشغلة وأروح أرتب الصالون أو أليف الحمام أو كذا كذا يعني. شو كنت عاملة أنا وقتها؟ كنت عاملة نودلز صيني، حبيت أعملها مش بالأندومي، بهذا النودلز ورجيتكم إياه، وفاهيتا الدجاج وكبسة. هدول ال3 وصفات اللي اعتمدتهم الرئيسيات. أنا بعتمد فاهيتا الفاهيتا اللي أنا بعملها بخبزة رمضان، يعني بتقدر تعمليها بأي خبزة بس أنا بحبها بخبزة رمضان. إنه فطر فليفلة خضرة، فليفلة منونة، بصل، هدول الأساسيات. هون بلشت أحضر للكبسة. كنت عاملة كبسة. الكبسة بعتمدها الطريقة الرائعة إنك بتقلبي البصل والورق الغار عيدان القرفة واللومي مع البهارات مع بندورة مع صوص البندورة، كله بتقلبيه بتحمصيه منيح مع الدجاج. بعدين بتزيدي المي وبتتركيهم يغلوا كلهم مع بهارات الكبسة وكل شيء. وبعدين بنشيل الدجاج وبنسقط الرز على المي مباشرة. عن جد بتطلع أذكى أكتر من إني مثلا أغلي المي بالأول وأشيل الزفرة عنها وكل هاي الطريقة. هلا هيك أنا جهزت حشوة الفاهيتا. بقسم الخبزة، أنا في فيديو قبل عن هاي الوصفة لحالها، في إلها لينك يعني. بقسم خبزة رمضان من النص وبدهن بدهنها مايونيز من الجهتين، أو ممكن تدهنيها مايونيز وجبنة دهن يعني. لقيت مايونيز خلص بدون جبنة دهن، لأنه جبنة الموتزاريلا بحطها بالآخر بعد ما أطفي النار على الوصفة. بضيف جبنة الموتزاريلا وبقلبها، بتكون مع الحرارة ساحت، وببلش أعبي الخبزة وأفرد الحشوة بهاي الطريقة وأسكر عليها الطبقة الثانية. وبدخلها الفرن، على 180 الرف الوسطاني تقريبا 10 دقايق. بعدين بشغل الشواية من فوق 3 دقايق فقط، يعني اللي تاخد تحميصة تكون مقرمشة، بتشهي عن جد زاكي. بنصحكم تعملوها بأي وقت يعني. الوصفة الثالثة اللي هي نودلز الدجاج، اللي هو بصل شرحات بقليه مع الدجاج بكون نقعته بالصويا صوص، يعني بحط فيه صويا صوص وبهارات الأندومي وبودرة البصل وبودرة الثوم. هدول أساسيات في كل وصفاتي، هدول بدخلوا بكل وصفاتي. بعدين بحط شرحات الفليفلة والجزر، فليفلة ملونة وجزر أو فليفلة خضراء، وبقلبهم مع بعض زي ما انتم شايفين مع بودرة البصل وبودرة الثوم وبهار الأندومي أو شوية من بهار مرقة الدجاج.
وبضيف الصويا صوص، بس أحسهم دبلوا شوي بضيف كمية من المي. هلأ اللي صار معي هون إنه النودلز هاي أول مرة كنت عم بتعامل معها، فرحت لأسلقها ما لحقت أحطها بالمي السخنة اللي هي خلص مسلوقة، فاكتشفت قلت على طول فشلتها وحطيتها مباشرة مع الخضار، فقلت خلص ما في داعي إنها تنسلق لحال، خلص كلهم بنسلقوا مع بعض. لأخذت النكهة وتسبكت، وزدت كمان شوية صويا صوص لو وصلت للون والقوام هذا. هيك أنا سفرتي الحمد لله كانت جاهزة، والحمد لله تجمعوا والدي ووالدتي عندي وأخوي ومرته، وأكلنا وانبسطنا وتحلينا. حبيبي أخوي كان جايب لنا من بلبن اللوز عن جد بتشهي. أنا بالنسبة إلي اللي هو الرز بالحليب تاعهم كان عن جد رائع، مع هذا الصوص اللي فوق هذا كتير لذيذ. وهاي اللي هي الكنافة دبي، اللي بحبها عن جد رح ينبسط عليها. والحمد لله كملنا جمعتنا الحلوة على خير وهداة بال. الله يهدي بالنا جميعا ويهدي بالنا مع أولادنا ومع أحبابنا يا رب. الحمد لله الواحد ما بده من هالدنيا غير يكون أولاده بألف خير ويكونوا بصحة وعافية، وإنه الله إذا ابتلاه بأي شيء نسأل الله دائما الصبر والأجر يا رب. وتدعوا لي دائما إلي ولأولادي بالصحة والعافية، والله يخلي لكم أولادكم وأحبابكم، ويجي العيد على خير وهداة بال علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية وأهلنا بفلسطين وغزة. وبشكركم لأنكم وصلتوا لنهاية الفيديو، بتمنى يكون فاتكم إن شاء الله واستفدتوا منه وعجبكم. لا تنسوني من تعليق لطيف مثلكم، وإن شاء الله برجع لكم بفيديو جديد. كل عام وانتم بألف خير، يعطيكم ألف صحة وسلام.